خلق فرص للتهديف، لكن دائما التفوق للوفاق بهدفين مقابل هدف. نذكر فقط ان هدف الوفاق الاول كان من ديس اسماعيل، والهدف الثاني كان او هدف التعادل كان من بومشرة عن طريق ضربة جزاء، والهدف الثاني كان للوفاق عن طريق اللاعب المالي اللي هو تراوري كو. وترجع الكرة لهندو. سليم بومشرة غربي، انطلاقا من غربي على الجهة اليمنى، محاولة لفريق اتحاد الحراش على الجهة اليمنى يحاول الفتح أو شغبالة. شوف مجموعة كبيرة من لاعبي الوفاق تقريبا كلهم يعني 8 لاعبين ما عدا التراوري في وضعية الهجوم، وهذا ما يمكنش طبعا رفاق يشير ليوزع محاولة لصالح الوفاق وتدخل مباشرة ل6 أمتار لفريق اتحاد أو بل لفريق وفاق سطيف. لا حتى ممكن عبد الحفيظ التنقل البطيء بالنسبه لتمريرات الكره من الجهه اليمنى والجهه اليسرى تاع الحراش، وما تكون سريعه عندما يريدوا يتنقلوا ويجيبوا الكره من الجهه اليمنى لليسرى او العكس من اليسرى تكون بطيئه، راح تسمح للدفاع تاع وفاق سطيف باش يتنقل من اليمين لليسار ككتله بحريه وبانتظام، ولكن سرعه التنفيذ في تمريرات الكره ولا تنقلات اللاعبين ما تعطيش فرصه للدفاع الحراش دفاع سطيف باش يلقى التوازن تاعو، ومن خلال ذلك تكون الفجوات. ولكن بالطريقه هذه انا اقول يصعب عليهم باش يلقاو الثغرات ولا المساحات اللازمه. نعم، اذا الوفاق تقريبا يستعمل طريقه جيده خاصه في الدفاع، وطبعا بعناصره الممتازه طبعا اللي ممكن انها تصنع الفارق بالخبره الكبيره لهذا الفريق. مليحه محاوله لصالح فريق اتحاد الحراش، ترجع وخرجه 6 امتار. 6 امتار بعد هذه المحاوله من الأقرع محمد لكورتو تخرج. شوف هذه التمريره، شوف كان يعني على طبق هذه التمريره على طبق، ولكن كان ينتظرها، ممكن كان ينتظرها باش يسددها بالرجل اليسرى زاويه اخرى. شكرا لزميلنا كشرود والفرقه التقنيه. وشوف كيف ضيع فريق اتحاد الحراش ربما هدف التعديل، وحقق كان ممكن يراقبها بسرعه ويسددها تكون احسن، لان الكره كانت سريعه وقويه. نعم. وبالتالي التسديده تاعو ما يتحكمش في دقه التسديد باش هو يتحكم فيها. طويله والكره الى 6 امتار او 5 امتار و50 من للحارس دوخه عزدين. والان يشاهدوا ان سطيف راهو يسير في المقابله ويحاول يحافظ على المكسب تاعو، ما راهوش يغامر كثير في الهجوم. شوف العمل الكبير اللي يقوم به اللاعب من اتحاد الحراش، يعني عمل كبير جدا اليوم. يشير اللاعب يشير علي سامي عمل طيب يعني يقوم به في الهجوم. وخطأ تسلل لفريق الوفاق. الكرة لمترف بن شادي يخلف اليوم مكان يخلف اللي خرج بالبطاقة الحمراء في المقابلة السابقة في إطار البطولة الوطنية بين الوفاق واتحاد الحراش، إلى جانب غياب حاج عيسى وكذلك حيماني. والمحاولة لصالح اتحاد الحراش 1-2 في هذه المحاولة، لكن التدخلات كلها موفقة لفريق الوفاق. جابوا عبد المؤمن في هذه المحاولة الكرة مباشرة لمترف، لكن كانت أبعد. ويرجع الحكم السيد أمل مختار إلى المخالفة. أعطى مبدأ الأفضلية، وبعد عندما اتضح أن الكرة ما مرتش مباشرة إلى زميل جابو، رجع إلى المخالفة في بداية الأمر. كان المخالفة في وسط الميدان من تنفيذ فهم بعزة لمشيع خالد المشيع. توزيعة جابوا وحذاري هذه الكرة خطيرة من مترف، والتدخل كانت خطيرة جدا، يعني غلق الزاوية الحارس عز الدين نوخة، لكن كانت صعبة جدا لفريق الوفاق. الكرة مباشرة إلى التماس
شوف في اللقطه هذه تاع وفاق سطيف يعني كانوا لاعبين اثنين هما جابوا وتراوري امام 7 لاعبين تاع الحراش، وبذلك استطاعوا لاعبين اثنين باش يشكلوا خطوره. هذه تشوف خبره اللاعبين تقدر تلعب دور يعني مهما كانت الكثافه العدديه تاع المدافعين تاع الحراش. نعم، يعني رغم انه نذكر فقط انه النقص العددي، يعني فريق الوفاق يلعب ب10 عناصر فقط بعد طرد اسماعيل والمحاوله لصالح الحراش والتماس مباشره لفريق اتحاد الحراش. فيه واحد من اللاعبين واقع على ارضيه الميدان على ما يبدو معز فهم، فيه تقلص عضلي، تشنج عضلي، اذا تقدم له الاسعافات واخراجه من طرف طبعا رجال الحمايه المدنيه بعد هذه المحاوله من فاهم بوعزه وسليم بوبشرة من جانب اتحاد الحراش. اذا ترجع الكره للاتحاد، اتحاد الحراش المنهزم بهدفين مقابل هدف في هذا اللقاء النصف النهائي بين اتحاد الحراش ووفاق سطيف. المشية خالد، انطلاقه من التراوري وخطأ لفريق الوفاق بعد التدخل امام مترف او امام جابو لما تكون عنده الكرة خطير جدا، وجغبالة ارتكب الخطأ، صورة واضحة ارتكاب الخطأ لصالح الوفاق. المشية خالد نفذ هذه الكرة الثابتة بحث عن دوخة مباشرة للحارس، دوخة وانطلاقة للمراوغة الأولى من طهري. ترجع الكرة في وسط الميدان ناحية هندو لغربي ودمو وجغبالة وبن شدي ضيع هذه الكرة إلى التماس مباشرة. ترجع الكرة لفريق اتحاد الحراش عن طريق هندو بوعلام، لكن ضيعة. ترجع الكرة للمشية خالد، عمل 1-2 مع المشية خالد، لكن فيه تماس لفريق اتحاد الحراش. دمو عبد الغني، بوعلام في وسط الميدان، البحث عن الثغرات لكن غير موجودة، لأنه الوفاق عرف كيف يغلق كل المنافذ اللي ممكنة أنها تخلي ربما اتحاد الحراش الدخول في منطقة العمليات. ترجع الكرة هذه لفريق الوفاق و للتراوري في محاولة لعب من تراوري مرة ثانية قوية، لكن ستنطاق قوية باعتماد على تراوري واحد فقط يعني من المهاجمين. يعني تراوري تجيه يعني كيفاش اعتماد عليه، يعني تجيه كرة طويلة، وعندما يكون هو ظهره الى الحارس المرمى يستنجد باللاعبين اللي يخرجوا له في المساندة، وعدد اللاعبين هما حوالي 3 دائما، وبالتالي هذا العدد يوليوا 4 في الهجوم ويشكلوا خطورة على دفاع اتحاد الحراش. فعلا المحاولة دائما لصالح اتحاد الحراش، فتحة ناحية بوعلام يخرجها الدفاع عن طريق حشود. ترجع الكرة لصالح اتحاد الحراش اللي ضاغط لحد الآن يعني منذ بداية الشوط الثاني أمام دفاع الوفاق المتماسك جدا. وترجع الكرة لهندو والكرة تمر في وسط الميدان لغربي، ثم جغبالة محاولة لبوعلام أمام من؟ أمام اللاعب اللي يفتح هذه الفتحة قوية، لكن شوشي بالمرصاد غلق له الزاوية، كانت من ذقرع محمد لكن غلق الزاوية الحارس شوشي فوزي. التوزيع تجيهم يعني يقوموا بعمل كبير من وسط الميدان إلى منطقة 18 متر، ولكن عندما يوصلوا في التسديد أو توزيع الكرات تنقصها كثير من الدقة، وبالتالي الكرات في بعض الأحيان تروح للحارس أو دقة والفعالية. طبعا بن عبد الرحمن خرج هذه الكرة في غياب طبعا مجموعة من اللاعبين، منهم بناي قريش زواق
يعني اللاعبين وكذلك بن عباش مجموعة من اللاعبين الغايبة اليوم عن فريق اتحاد الحراش، ومجموعة أخرى منها محرك اللعب الحاج عيسى. شوف الان الصوره هذه عبد الحفيظ نشاهد 5 لاعبين من وفاق سطيف ما يشاركوش تماما في اللقطه الهجوميه هذه. نعم. الكره راهي في 18 متر عند تراوري و5 لاعبين موجودين تماما الى الوراء. نعم. هذا دليل ان يلعبوا بطريقه دفاعيه وهجومات مخادعه. معلم تفوق